هنعمل النهاردة كيك شوكولاتة بدون اي نوع دقيق، مناسب لاصحاب حساسية الجلوتين والحليب، وطعمها بقى غني جدا. يلا بينا بقى نبدأ على طول، بس ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تتابعونا وتشتركوا في القناة. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة. دي المكونات بتاعتنا. هيكون معانا 3 بيضات، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، وطبعا تقدروا تستبدلوا الزيت بزبدة او بسمنة لو حابين. ومعايا كوباية الا ربع من الكاكاو الخام الغير محلى، وطبعا نوع الكاكاو بيفرق معانا في الطعم، فاستخدموا نوع كاكاو يكون كويس. وربع كوباية من النشا، يعني كوباية الا ربع من الكاكاو الخام وربع كوباية نشا. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني انا ما استخدمتش الباكت كله، انا استخدمت حوالي 3/4 الباكو. وفانيليا. ومعايا بقى شوية مية صغيرين كده، هنشوف هنستخدم منهم قد ايه، يعني هنستخدم حوالي ربع كوباية، يعني في الحدود دي. في البداية كده هاخد السكر والزيت والبيض واضربهم في الخلاط، عشان بس السكر يدوب بسرعة. حطيت البيض والسكر، حطيت برضو باكت الفانيليا ونص كوباية الزيت، وضربت كل ده في الخلاط لغاية كده ما اللون افتح. تمام كده. صبيت بقى الخليط في بولة، وحطيت عليها بقى معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وحطيت كوباية الا ربع من الكاكاو الخام، وربع كوباية النشا، وقلبت بقى كويس. طبعا القوام بتاع الخليط تقيل، فهنخفف بقى بشوية المية اللي معانا. طبعا ممكن تستبدلوا المية بحليب زي ما انتوا حابين، ونخفف كده لغاية ما نوصل للقوام المظبوط. انا استخدمت حوالي ربع كوباية مية. تمام كده، القوام كده تمام. جبت بقى صينية مقاس 24، وده اكبر مقاس تقدروا تعملوا فيه الكمية دي، يعني انتوا ممكن تصغروا الصينية عن كده كمان لو حابين السمك بتاع الكيك يبقى اعلى من كده. ممكن طبعا برضو تعملوها في قوالب الكب كيك، بتبقى تحفة برضو. ظبطت بقى كده الخليط في الصينية، ودخلتها بقى الفرن، فرن سخن درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي. هنختبرها برضو كده بخلة او بسكينة، بندخلها كده في النص، لو طلعت نظيفة خلاص بقى بنقفل الفرن ونطلعها بقى تبرد. ورشيت عليها كده رشة جوز هند من فوق للتزيين، وبس كده. طعمها تحفة، غنية، يعني كأنها قطعة براوني مثلا. طعمها تحفة وهشة، وطعم الشوكولاتة فيها قوي. جربوها بقى وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم، وإن شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. نتقابل على خير، مع السلامة.